الحمد لله الذي عافانا وفضلنا بما ابتلى به الكثيرين من عباد. المثل المغربي كيقول باللي ربي فرق الروس غير باش ترتاح، فما بالك تشارك الدماغ ديالك مع شي واحد اخر، بالضبط مع اخوك او اختك اللي من لحمك ودمك. ريبه ولوري جوج خواتات شاء القدر باش يتزادوا ملاصقين من الجهه ديال الراس ديالو، والعمليه اللي تمناو والديهم باش يديروها ليهم بهدف يفرقوا الجمجمه ديال ريبه ولوري كانت نسبه النجاح ديالها قليله بزاف. الحاجه اللي زادت صعباتها هي البلاصه اللي ملاصقين منها، وانتم عارفين باللي اي عمليه كتكون في الجهه ديال الراس كتكون صعيبه. لحسن الحظ ديال هاد جوج بنات تويميات والديهم ما فرطوش فيهم، حاولوا يوفروا لهم كلشي باش ما يحسوش بشي اختلاف في هذا المجتمع اللي كنعيشوا فيه، ولكن كانوا ديما كيرجعوا للدار كيبكيو وكيشكيو على والديهم، بالاخص من التنمر اللي كيتعرضوا ليه في نهارهم. والديهم شقاو معاهم بزاف بالضبط في القرايه، حيت المدرسه اللي كانوا كيمشيو ليها كانوا كيرفضوهم بحجه انهم صعيب يتاقلموا مع الدراري في المدرسه. رغم ذلك قراوهم حتى وصلوا لاج ديال الخدمه، ولكن شكون هاد الشركه اللي غادي تقبل وحده ضروري خاص تكون معاه اختها وما يمكنش تفرقها في النهار ديالها. ملي كتدفع لوري السيفيات باش تخدم وكيقبلوها الشركات باش تجي دوز المقابله ديال العمل، ريبه ضروري خاصها تكون مع اختها وكتحضر معاه لهاد المسطره ديال الخدمه من أ حتى لزاد. كاينين اقسام ديال الموارد البشريه اللي كيتقبلوا الحاله ديالهم وكاينين اللي لا، ولكن كيف ما كتعرفوا اي واحد كيقلب وكيصبر غادي يلقى هذاك الشيء اللي بغا. لوري لقات الخدمه وبدات كتعيش هي واختها كاي واحد كيخدم وكيرجع للدار، ما كيتفارقوش. ريبه ديما واقفه مع اختها اللي لقات راحتها في الكرسي اللي كتحرك فيه وكدي معاه فين ما مشات. ولكن السؤال هي كيفاش كينعسوا هاد جوج بنات، كيفاش كينقيو راسهم، كيفاش كيتعاملوا في نهارهم. ريبه ولوري متفقين على اي خطوه كيديروها. وقت الماكله عندهم طريقه خاصه كيوجدوا بها الفطور والغدا وحتى العشاء، وعندهم طريقه خاصه حتى كيفاش كياكلوا فوق من الطبله. بالنسبه للنعاس راه عندهم واحد الوقت اللي بجوج خاصهم يكونوا فوق الفراش. وبالنسبه لللبس راه وحده ملي كتختار هذاك الشيء اللي باغا تلبس اختها كتعاونها حتى كتقاد حوايجها. بالنسبه للدوش راه واخا ملاصقين من جهه ديال الراس راه كيحترموا بعضياتهم، كيحترموا الخصوصيه ديال كل وحده فيهم، لدرجه ان شي وحده كتقضي حاجتها كتسترها اختها وما كتشوفش فيها حتى كتكمل بلا ما تقلل عليها الحياه. والحاله ديالهم ما منعاتهمش يخرجوا ويديروا هذاك الشيء اللي بغاو، بالاخص ملي كيبغيو ياكلوا شي حاجه في الزنقه اولا ملي كيبغيو يتقداو الحوايج اللي خاصينهم. وزيدكم ريبه كتعاون لوري في الهوايه ديالها اللي هي الغنى، كتشد ليها الخاطر وكتعطيها الميكرو باش تغني كيف ما بغات. وكيف ما قلت لكم الحاجه اللي خلاتهم يتحركوا بلا ما يلقاو شي صعوبه هي الكرسي اللي قادوه باش تبرك عليه لوري، اللي الحجم ديالها ما كيسمحش ليها باش تقيس الارض، بالاخص فاش كيكونوا كيتحركوا. ان الله يبدع في خلقه، وبلا شك غادي تكونوا شفتوا ناس اللي ربي خلقهم باختلاف بسيط في الذات ديالهم، وهذا الشيء كيزيد ياكد لنا باللي الكمال لله سبحانه. ما تنساوش تخليو لنا في التعليقات واش سبق لكم تلاقيتوا مع شي حاله في المغرب اللي كتشبه الحاله ديال ريبه ولوري. دير لايك وبارطاجي مع صحاب، دير متابعه للصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.